مرحبا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم الأشياء في حياتنا، الوقت. لو فكرت فيه، الوقت هو أغلى حاجة عندك، لأنه لو ضاع مش هيرجع تاني. زي ما قال الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. يعني الوقت هو أنت. بس السؤال: إزاي نقدر نستغل الوقت ده بطريقة صحيحة؟ تعالوا نشوف مع بعض إزاي ندير وقتنا بذكاء ونحقق أهدافنا من غير توتر أو إحساس بالضغط. ليه إدارة الوقت مهمة؟ لو سألت أي حد دلوقتي أنت مشغول؟ أكيد هيقولك طبعاً. كلنا بنحس إننا مشغولين طول الوقت، بس المشكلة إن انشغالنا ده غالباً بيتقسم لجزئين. واحد، مهام كتيرة مش بتنتهي، سواء شغل، دراسة أو مسؤوليات يومية. اتنين، تشتت لا نهائي، ساعات بنقضيها وإحنا بنعمل سكرول على السوشيال ميديا من غير هدف، أو بنتفرج على فيديوهات ملهاش لازمة. الوقت بيمر مننا مهما حصل، بس اللي بيفرق هو إحنا بنعمل إيه في الوقت ده. إدارة الوقت مش معناها إنك تتحكم في الوقت نفسه، لكن إنك تتحكم في قراراتك وأفعالك عشان تستغل كل لحظة بطريقة ذكية. إزاي تعرف إنك بتدير وقتك صح؟ في علامتين أساسيتين بيظهروا إنك ماشي على الطريق الصح. واحد، زيادة الإنجازات، لما تحس إنك فعلا بتحقق أهدافك. اتنين، قلة التوتر والضغط، لما تكون مرتاح نفسيا ومش مضغوط من كتر المهام. عشان نوصل للمرحلة دي، هنتكلم عن استراتيجيات عملية لإدارة الوقت مستوحاة من كتاب Make Time، وبعض التقنيات التانية اللي هتساعدك. استراتيجيات إدارة الوقت من كتاب ميك تايم. المؤلف قدم 4 قواعد أساسية عشان تدير وقتك بفاعلية. يلا نشوفهم واحد واحد. القاعدة الأولى: التحديد أو هايلايت. كل يوم اسأل نفسك: إيه أهم حاجة لازم أحققها النهاردة؟ اختار هدف واحد رئيسي وخليه محور يومك. مش لازم يكون حاجة كبيرة، المهم إنك تركز عليه بكل طاقتك. القاعدة التانية: التركيز أو الليزر. هنا لازم تبعد عن المشتتات زي السوشيال ميديا والإشعارات. المؤلف قدم 5 نصائح عشان تقدر تركز. النصيحة الأولى: ابتعد عن فحص الهاتف أول ما تصحى. خلي أول ساعة في يومك بعيد عن الإيميلات والسوشيال ميديا. النصيحة التانية: احترس من فجوات الوقت، زي إنك تدخل تشوف بوست على فيسبوك وبعدين تلاقي نفسك ضيعت ساعة كاملة من التعليقات والردود. النصيحة التالتة: حول المشتتات لأدوات. اسأل نفسك عن كل تطبيق على موبايلك: ليه منزل التطبيق ده؟ هستخدمه قد إيه وإمتى هستخدمه؟ النصيحة الرابعة: حدد وقت للإيميلات. خلي الرد على الإيميلات في آخر اليوم عشان تحافظ على طاقتك. النصيحة الخامسة: قسم هدفك الكبير. لو مهمتك كبيرة، قسمها لأجزاء صغيرة عشان تقدر تنجزها بسهولة. القاعدة الثالثة: اشحن طاقتك أو energize. الطاقة هي المفتاح عشان تنجز مهامك. إزاي تشحن طاقتك؟ في 6 نصائح. النصيحة الأولى: مارس الرياضة، حتى لو تمشية بسيطة هتفرق معاك. النصيحة التانية: كل أكل صحي، ابتعد عن الوجبات السريعة واهتم بالفيتامينات. النصيحة التالتة: نظم الكافيين، اشرب قهوتك بعد ساعتين من ما تصحى مش أول ما تفتح عينيك. النصيحة الرابعة: كن أوفلاين أحياناً، عيش اللحظة بعيد عن الشاشات. النصيحة الخامسة: تواصل مع الناس فعلياً، قضي وقت مع أصحابك وعيلتك بعيد عن السوشيال ميديا. النصيحة السادسة: نام كويس، حاول تنام بدري وتستفيد من الميلاتونين لتحسين جودة نومك، وبالتالي هتشحن طاقتك. القاعدة الرابعة: تفكر وقيم أو reflect. في نهاية كل يوم قيم نفسك، اكتب إيه اللي عملته، إيه اللي نجح، وإيه اللي ممكن تحسنه. التقييم ده هيساعدك تتحسن يوم بعد يوم. استراتيجيات إضافية لإدارة الوقت. غير القواعد اللي فاتت، في استراتيجيات تانية فعالة جدا. واحد، استراتيجية ال10 سنتي. ابدأ بخطوة صغيرة مهما كانت بسيطة، زي شعار نايك Just Do It. الخطوة الصغيرة هتديك دافع تكمل. 2. استراتيجية أكل الضفدع Eat the Frog. ابدأ بالمهمة الصعبة أول حاجة في اليوم، لما تخلصها هتحس بإنجاز كبير وهتكون استغليت طاقتك القصوى. 3. مصفوفة أيزنهاور. قسم مهامك ل4 فئات: مهم وعاجل، نفذها فوراً زي الصلاة. عاجل بس غير مهم،
فوضها لحد تاني. مهم بس غير عاجل، خطط لها زي أخد كورس. غير مهم وغير عاجل، الغيها من حياتك. 4. تقنية البومودورو. قسم مهامك لفترات 25 دقيقة، وبعد كل فترة خد استراحة 5 دقايق. بعد 4 فترات كافئ نفسك باستراحة أطول 30 دقيقة. كرر الطريقة دي لحد ما تخلص مهامك. في النهاية، إدارة الوقت هي مسؤوليتك. لازم تكون إيجابي ومثابر وتقرر أنك تكون أفضل نسخة من نفسك. استثمار وقتك هو أفضل قرار هيخليك تنمو في حياتك الشخصية والعملية. ابدأ النهاردة، اختار هدف واحد وطبق إحدى الاستراتيجيات دي، وشاركنا في الكومنتات إزاي بدأت تدير وقتك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. شكرا إنكم كنتم معانا، ونشوفكم في الفيديو الجاي.